السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله جميع أوقاتكم، كل خير. كيف حالكم يا شباب؟ طمنونا عنكم، إن شاء الله أموركم بخير وما عليكم قصور بإذن الله. أني متجه على الوير هاوس، عندي سيارتين بصورها لكم، وإن شاء الله بداية الأسبوع الجاي بعد عندي 3 سيارات بإذن الله بصورها لكم كلها. طبعا اليوم عندي السيارتين هي ديفندرين، واحد تبعنا احنا خاص فينا والثاني العميل، فبإذن الله بوصل إن شاء الله على الوير هاوس وصورها لكم كل أبوها. نشوفكم إن شاء الله هناك. طيب سلمكم الله، هذا موترنا الأول اللي هو 2022 فئة الإكس. طبعا إحنا الملاك الأولين لهذه السيارة، يعني السيارة حرفيا إحنا اللي فكينا على يدنا. كيف تعرف إن الموتر إكس ولا لا؟ من الصدامات سلمكم الله الكروم، الكبوت يجي لونه أسود، والبريكات اللي باللون الأحمر. بعد طبعا الحين صاروا كلهم يرهمونها، يعني ما هي بقديل، لكن إذا تبغى تعرفها بشكل عام برا عندك الاسطبات باللون الرصاصي. بعد عندنا الشناكر هذه، بس اتوقع 24 25 جت عادي لونها اسود، يعني ما هي بقديل. طبعا السيارة من اول يوم طلعناها من الوكالة عليها فل بي بي اف كاملة، يعني ما فيها الملاحظات اللي في الديفندر حقي. شوفوا ما فيها ولا شيء، ما شاء الله. لو فك البي بي اف السيارة ترجع حرفيا الوكالة. أنا إن شاء الله مسافر السعودية بعد شهر تقريبا، فبإذن الله إني أول ما أوصل بيكون هذا الموتر قدامي وراح أعدله. ما بعدل التعديل خان ومدري إيش الخرابيط، لا أنا بخليه بس زي الديفندر حقي. بغير الجنوط، بخليه 22. أيضا الموتر من الدفعة الأولى فجت شاشته صغيرة، فراح أركب له شاشة كبيرة. حلوين. وما اتوقع اني بسوي اي شيء ثاني فيه، لان خلاص حرفيا ما يبي الا شاشه 22 والجنوط الكبيره، ذات ست. ممكن اسوي عليه بي بي اف المطفي، ممكن ما ادري، خلينا نشوف وقتها ان شاء الله وش اللي يصير. موتر ما شاء الله تبارك الرحمن، طبعا استخدام مره حشمه. كان عليه العرش اللي فوق وفكيتها، وعليه السلم الوكاله، عليه بعد النسافات من الوكاله زي ما تشوفون، عليه بعد الدعاسات تكرمون من الوكالة. وهذا الموتر بشكل عام طبعا ما شاء الله نظيف يا جماعة الخير، نظيف ما شاء الله تبارك الرحمن. ممغوط، نعم ممغوط، انه ماشي تقريبا 100,000، لكن تعرفون ما بين امريكا كندا يعني كلها هاي واي، ما هي داخل المدينة. هذا بالنسبة للموتر الاول. بالنسبة سلمكم الله للموتر الثاني، هذا موتر العميل الله يبارك له ويعطيه خيرك في شره، 2021 فئة الدايناميك اس اذا ما خاب ظني. اللون العشبي زي ما تشوفونه، ايضا الداخلية لونها عشبي. ما شاء الله الموتر مواصفاته زينة، في بروجيكتور، في كاميرا في المراية، وفي اضاءة محيطية اذا ما خاب ظني. بالاضافة سلمكم الله فيه مكيف خلفي، وفيه بعد صف ثالث زي ما تشوفون. هذا الصف الثالث. طبعا كل السيارتين ما شاء الله فيها النظام السحب من الوكالة، على فكرة هذا اوبشن تضيفه، ما يجي ستاندر في السيارة. حتى القديم اللي معانا فيه نفس النظام زي ما تشوفونه، فيه نفس التجهيز هذا. اما حقي القديم هذا ما فيه، حقي ما فيه، وش اسمه هو مرة مهم يعني، بس يقول لك اوبشن. فهذا هو اللي عندنا اليوم. بإذن الواحد الأحد في سيارات جاية قريبة، وأنا أتوقع أني راح أدمج المقطعين في مقطع واحد عشان تزبط الدنيا، وما يكون المقطع قصير على رغبة البعض، ممكن إنه ما يبي المقطع يكون قصير. فراح أصور السيارتين هذه اليوم، وبإذن الله في تقريبا 2 أو 3 سيارات بتجي، راح أدمجها كلها في مقطع واحد، وبإذن الله أنكم بتشوفونها كلها في مقطع واحد. سلامتكم. حياكم الله يا شباب، يوم جديد وسيارة جديدة. طبعا أنا زي ما علمتكم، يعني السيارات اللي اشتريها خلال الأسبوع راح أدمجها كلها في مقطع واحد، يعني بدل ما أقعد كل أسبوع أنزل مقطع سيارتين، فخلاص قلت أني أدمجها مرة واحدة في مقطع واحد يكون طويل وتستفيدون. إن شاء الله تبارك الرحمن. عندنا 2023 فئة الإكس إن شاء الله زي ما تشوفون، بلاك إديشن، الجنط 23، بريكات الحمر، داخلية جملي، إن شاء الله تبارك الرحمن.
نمشي تقريبا حول 41,000 كسور. موتر بحالة الوكالة ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا الموديلات 2020 لين 24 أو 23 تجي الشناكر باللون البرتقالي، لكن في بعضها من الجدد صارت عادي تجي باللون الأسود. ما شاء الله تبارك الرحمن. وقفة الموتر ما شاء الله تبارك الرحمن، صراحة من أجمل الألوان على الدفندرات، اللي هو اللون الأسود واللون الكرباثين جراي. هذه من أفضل الألوان على الدفندر. هنجيكم على الداخلية وبوريكم فيه ميزة، صراحة هذه ميزة نادرة ما هي في كل الدفندرات، يعني ممكن تعجب البعض وممكن ما تعجب الطرف الآخر. إن شاء الله. طبعا الموتر في الكامل، بروجيكتور، تحديد مسار، رادار، الأمور دي كلها، كاميرا في المراية، نظام حيطية، بعد فيه ثلاجة. جيكم على الجهة الخلفية ما شاء الله تبارك الرحمن. التخشيبة بعد لا ننساها. طيب أبى أوريكم إيش الميزة اللي في الموتر. بوخر من بعيد وأتوقع أنكم تعرفونها من ذا الحين، تراها واضحة. اللي عرف يوقف المقطع ويكتب إيش الميزة، واللي ما عرف هذاني بوريكم ذا الحين إيش الميزة. طبعا هالموتر سلمكم الله تندته ما هي بانوراما، تندته شراع تتصفط وترجع زي توقع الجراند شيروكي أو حاجة زي كذا. واحدة من السيارات فيها زي هذا الأوبشن، ترجع زي كذا تتصفط. يعني هاللي هاوي المقناص ولا الطلعات اللي زي كذا، مرة الموتر هذا جميل جدا. وللعلم ترى هذا اوبشن ينضاف بفلوس. يعني التندل البانوراما بنقول تجي ستاندر، لا اذا تبي نفس هذا النوع لازم تدفع عليه اكثر عشان تلاقيه. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يبارك الراعيه ويعطيه خيره ويكفي شره. نشوفكم ان شاء الله في السيارة الثانية. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا موترنا الأخير في هذا الأسبوع. ما شاء الله تبارك الرحمن. الإكس 6 2024. ما شاء الله يا جماعة الخير. شوفوا اللون كيف جمال اللون بشكل تبارك الرحمن. طبعا عليه الام كيت اللي هو الجنط الكبير باللون الأسود، وعليه البريكات الرياضية. نعطيكم تمشيط على الموتر. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جماعة الخير لا أحكي لكم على جمال اللون خطير خطير خطير. بسم الله ما شاء الله. صراحة اللي يبي له موتر مو مرتفع مرة ولا هو نازل مع الأرض وكشوخي، صراحة أنا أنصح بهالموتر. موتر جميل وركزة وعزمه ممتاز ما شاء الله. يعني يكفيكم ركزته كيف. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا اللي معانا اليوم 2024 ما شاء الله. طبعا عشان المكيف شغال فالريش مفتوحة عشان تتهوى السيارة. أجيكم من داخل ما شاء الله. شيك على التخشيبة، السماعات، داخلية الجملي كلام ثاني ما شاء الله. طبعا إيش أبرز مواصفات هذا الموتر؟ عندنا نسلمكم والله البروجيكتور زي ما تشوفونه، تبريد تسخين تحديد مسار مدري ايش الطقة هذه كلها ابوها موجودة زي ما تشوفون، مع بعد مفتاحين ما شاء الله. نجي بعد من وراء. طبعا الموتر ابواب شفط كامل. فيه ميزة نسيت اعلمكم اياها، تقدر تلعب مرتبة الراكب من هنا، تضغط زر 2 وتحرك البوزيشن من هنا. شوف تحرك من هنا يطلع، تسوي اللي تبي من هنا. نسينا نفتح الباب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سيارة طبعا جديدة تقريبا ممشاها 15 بس. تندل بانوراما. هجيكم على خلفيتها. ما شاء الله تبارك الرحمن.
كل العدة كل الأمور موجودة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك الراعيها ويعطيه خيره ويكفي شره. ما شاء الله تبارك الرحمن. أعطيكم لفة على الطاير. جماعة الخير مهما أتكلم على اللون صراحة ما أحس إني ما أعطيته حقه. اللون يا جماعة الخير خرافي. طبعا نزل نفس اللون هذا على الام 3 والام 4 كومبيتيشن. ما أعرف إذا نزل على الام 5 جديد أو لا، لكن القديم موجود. تبارك الرحمن. الله يبارك الرأيها. طبعا شوفوا الأبواب الشفط إن شاء الله. خلينا نحط وضعية السبورت نشوف هل بتطرقع ولا لا. بسم الله سبورت. هنطفي المكيف من هنا. استطفي المكيف بسم الله. ما تطرقع. شوف العدة إن شاء الله كل شيء معها قراطيسة. اللهم بارك يا رب العالمين. شكلها جمال. طبعا هذا الانبيا لايرنج اللي فيها تتغير مو هو زي الدفندرات، تتغير بألوان معينة في نفس السيارة. بسم الله. الجير من هنا. بسم الله توكلنا على الله. خلاص أنا توني استلمت السيارة من الوكالة وموديها على شركة الشحن. أنا رجع الوضعية العادية. ما شاء الله تبارك الرحمن.